الجيل الجديد ما بقاوش مكتفيين بالتفرج على الواقع من بعيد. في الوقت اللي كانوا فيه الأجيال السابقة كيحلموا بالتغيير، جيل اليوم قرر يتاخد خطوة لقدام ويعبر عن النفس ديالو في الشوارع وفي الميادين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. شباب جيل زيد، جيل الانترنت والشبكات، جيل اللي كيعرف ان الصوت ديالو قوي واذا تحرك كيقدر يغير كلشي. لكن الحكاية ماشي سهلة. جيل زيد في المغرب ما عندوش الحياة الوردية اللي كانوا كيحلموا بها. أزمات اقتصادية، بطالة، نقص في فرص التعليم الجيد، ومع كل هذه المشاكل كل واحد فيهم جاي في المظاهرة بأمل كبير كيطالبوا بالتغيير الحقيقي ماشي وعود فارغة. الشباب ديال اليوم كيعيشوا في زمن غريب، من جهة عندهم وعي كبير بما يجري في المجتمع، ومن جهة أخرى عندهم أدوات فعالة للتأثير على الواقع. الكاميرا ديالهم، هواتفهم، منصات التواصل الاجتماعي، كل شيء كيخدم لصالحهم. كما قلنا البارح احنا جايين تنطالبوا بشي حوايج اللي ما خاصناش نطالبوا بهم. خاصهم ماشي شي حاجه خاص شي حوايج يكونوا ممنوحين لينا حنا. يلاه جايين تنطالبوا بهم، تنطالبوا اننا نتعاملوا كبني ادم، تولي عندنا داك نتكاتيغوريزاو كانسان كبنادم. للاسف مع هذا الشيء هذا خاصنا دابا في دوله من دول العالم الثالث خاصك تخرج وتغوت. بغينا كاع الناس يتعاملوا كيف ما خاص. ولكن الحياة ما كتكونش سهلة. في المظاهرات كيواجه الشباب قوى الأمن وصوتهم كيتخنق وسط الضجيج، وسط الزحام والغازات المسيلة للدموع. كيبقى السؤال: واش التغيير غادي يجي بسهولة؟ هاد الشابة رغم الضغط ورغم أن النظام ماشي كيسمعها، إلا أنها مازال كتآمن بقدرتها على التغيير. في عيونها كتضوي بشمس الأمل. هي مبغاش تكون جزء من الماضي، بغات تكون جزء من المستقبل. لكن هاد الشباب ماشي فقط جايين يطالبوا بحقوقهم، هما كيحاولوا يعطيو امل للاجيال الجايه، كيحاولوا يوصلوا رساله لبقيه المجتمع. التغيير ممكن، ولكنه كيتطلب الجهد والتضحيه، ومن هاد اللحظه ما بقاوش كيتوقفوا. المظاهره انتهت، ولكن الحكايه ما زالت مستمره. المغرب اليوم في لحظه حرجه. جيل زيد خرج باش يرفع الصوت، لكن السؤال هو: واش غادي تسمعهم الحكومه؟ واش التغيير اللي كيطالبوا به غادي يكون ممكن؟ في النهاية جيل زيد في المغرب مازال كيآمن بالتغيير رغم كل التحديات، رغم أن الطريق طويل ورغم أن الجراح ما زالت مفتوحة. الشباب مازالوا كيحاربوا. أكيد الصراع ما غاديش يتوقف، لأنه في النهاية الكرامة هي اللي غادي تكون الغلبة. الزمن التغيير جاء ماشي غير في الشوارع، ولكن في العقول، في القلب، وفي كل واحد كيآمن التغيير ممكن. هذا هو الجيل الزايد اللي ما غاديش يتوقف. مستقبل المغرب بين يديه، وهو مستعد يناضل باش يحققه.